شنو افضل تشكيله نقدر نلعب بها اليوم امام المنتخب الاردني حتى نقدر نتاهل لنصف نهائي من بطوله كاس العالم. منتخبنا الوطني اليوم راح يواجه منتخب الاردن الساعه 5:30 مساء باستاد المدينه التعليميه بقطر بربع نهائي بطوله كاس العالم. شنو افضل تشكيله يقدر ينزل بها المدرب ارنولد حتى يقدر يفوز على المنتخب الاردني؟ والكل يعرف منتخب الاردن منتخب جاهز، منتخب قوي، عنده هواي نجوم. حراسه المرمى احمد باسل اللي باعتبار فهد طالب هذيك اللعبه ما كان زين ويا منتخب الجزائر، وبنفس الوقت جلال حسن مصاب واصلا هناك شكوك حول المشاركه مالته، فاجز واحد هو احمد باسل. المدافع الايمن راح يكون مصطفى سعدون، المدافع الايسر راح يكون احمد يحيى. قلوب الدفاع انا افضل اكام هاشم منافس. خط الوسط او الارتكاز راح يتكون من سجاد جاسم وزيد اسماعيل اللي هم لاعبين شباب لاعبين بالدوري المحلي، انا الصراحه كلش حبيتهم بهالبطوله، واحسن شيء سوى ارنولد انه استدعاهم وجاي يعتمد عليهم. جناح ايسر علي جاسم وجناح ايمن قوقيه اللي هم اساس اثنين عندنا واكثر لاعبين مهارين ويقدرون يسوون حل ويسوون مشاكل دفاعات المنتخب الاردني. بقلب الهجوم راح يكون ميمي اللي اكدوا جاهزيته لمباراه الاردن اليوم، وايضا اتمنى انه يزامل ايمن حسين لان ايمن حسين راح يفيدنا بالصراعات الهوائيه، صح اللاعب مصاب وهناك شك في مشاركته اليوم بس ان شاء الله راح يكون متواجد بتشكيله اساسيه. نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني اليوم ضد منتخب الاردن لان اعتقد هاي البطوله راح تفيدنا كلش بالتجهيز تصفيات كاس العالم ومباراه الملحق العالمي، يعني ان شاء الله نوصل اقصى دور نصف نهائي النهائي لان هذا كله راح يفيد المدرب ويفيد اللاعبين.